حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الهادي البكوش رئيس الوزراء التونسي الأسبق. سي الهادي، مرحبا بك. احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الاستقلال، وفي 20 مارس 55 رئيس الحكومة التونسية الطاهر بن عمار وقع في وزارة الخارجية الفرنسية على وثيقة الاستقلال، وكنت أنت حاضرا في هذه اللحظة التاريخية. كمناضل تونسي قضيت عامين في السجن وسنوات في النضال من أجل الاستقلال، ما وقع هذه اللحظة عليك؟ في 20 مارس في باريس في مقر وزارة الخارجية كان وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الحكومة التونسي طاهر بن عمار ومعه محمد المسمودي، أمضوا على وثيقة الاستقلال. في الحقيقة كمناضلين الاستقلال الداخلي كنا نعملوا ليه؟ يعني الحكم الذاتي، يعني الحكم الذاتي. الاستقلال التام جاء في وقت قصير، أقل من عام بعد الاستقلال الداخلي، بينما اتفاقيات الاستقلال الداخلي تقول وأن الأمن والقضاء ما يرجع للتونسيين إلى بعد 10 أو 20 سنة. نعم. فيه تسريع في التاريخ. ما هوش السبب هو النضال فقط والمقاومة. النضال والمقاومة أدوا الاستقلال الداخلي، أما بعد كان ممكن نبقى في الاستقلال الداخلي سنوات. ما الذي سرع وتيرة الاستقلال التام؟ الذي سرع هو أن في أول نوفمبر 55 اندلعت الثورة الجزائرية، وكانت ثورة عارمة وقوية، وكان الفرنسيين يخشوا أن تتحالف قوى المقاومة التونسية وقوى المقاومة المغربية مع قوى المقاومة، ويصعب على فرنسا مجابهة الثوار في كامل شمال أفريقيا. يعني هنا الثورة الجزائرية لها فضل على حصول تونس على الاستقلال التام طبعا. في وقت قياسي وسريع. بالطبع كان فضل كبير للهند الصينية على تونس أن بداية المعركة وهزموا الفرنسيين هزيمة ساحقة في الهند الصينية. وكان فضل كبير لتونس على الثورة الجزائرية اللي قعدت الجزائر في تونس في غادي ماو آلاف الآلاف، سواء جند أو لاجئين. الأسلحة بكل أنواعها تأتي برعاية تونسية، يعملوا التدريب، حكومتهم في تونس كان فضل كبير، ولكن فضل الجزائر كان كذلك كبير، خاصة بالنسبة للمغرب. لما احنا خذينا الاستقلال الداخلي كان الفكرة عند الفرنسيين أن يبقيوا على بن عرفة، وكان فكرة تخفيف على محمد الخامس. نعم. وأرجعوه لفرنسا على أساس يتخلى نهائيا عن الحكم ويعيش عيش هناء في فرنسا. ولكن وقعت عملية في أكتوبر 55، وفي تلك العملية التحم جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي وخافوا الفرنساويين. ما كان يرفضونه للمغرب الاستقلال الذاتي، الحكم الذاتي قليل منه. لما التحم الجيشان الفرنسيين وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وبالتالي تونس كانت أسبق، وافقوا على